الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم على قناة الكهرباء ببساطة. موضوع الحلقة هنتكلم عن نظام تعريض المعدات المبنية على الأرض، وإن شاء الله هنخصص حلقة خاصة بنظام تعريض المعدات الخاصة بالسفن والطائرات والمنشآت البحرية. ليه احنا بنعمل نظام تعريض او نظام ارضي للشبكات؟ احنا عندنا نوعين من انظمه التعريض: نظام ارضي عام للشبكات الخاصه بالتغذيه الكهربائيه، بنسميها تعريض القوه. ونظام اضافي اخر الغرض منه حمايه يعني مور سيفتي للانسان وللمعدات. النظام الأرضي هو بيعمل على تثبيت جهد الشبكة، وبيتم هذا التثبيت من خلال اتصال النيوترال نقطة التعادل للنظام مع شبكة الأرضي، وبنوفر يعني هو مسار للتيارات الخطأ. يعني عندما يحدث أن يكون عندنا تيارات خطأ أو شورت سيركت كارنتس، بيبقى فيه طريق أو مسار اسمه المسار الأرضي لدفن هذه التيارات في الأرض. فالأرض هي مقبرة لتيارات الخطأ وتيارات الكسر. النظام الآخر الإضافي اللي هو التعريض الوقائي، وهو تعريض لأجسام المعدات والأجهزة المعدنية الغير حاملة للتيار الكهربائي، والغرض منها هو حماية الإنسان والمعدة. الفكرة اللي نشأت عنها نظام التعريض الوقائي هي بالدرجة الأولى حماية الإنسان، فكل إنسان بيبقى له مقاومة، فأحيانا بيبقى فيه الدايركت والاندايركت كونتاكت دون يعني بيمر تيار في الإنسان وبيعمل صعق للإنسان. لو ما فيش النظام التعريض الوقائي ده يعني بيبقى الموضوع كارثي. ومن هنا نشأت دراسة إن إزاي أحمي الإنسان إنه من خلال تأثير التيارات على جسم الإنسان بالأرقام اللي حضراتكم شايفينها دي. فلو كان التيار واحد أو أقل من ملي أمبير، الإنسان مش هيشعر بيه. طب التيار من 1 إلى 8 ملي أمبير هيشعر بالصدمة، ولكن مفيش ألم، ويعني ومش هيكون فيه ضرر كبير على جسم الإنسان وعضلات الجسم. طب التيار من 8 إلى 15 ملي هيبقى فيه صدمة وفيه ألم، ولكن الإنسان ما زال عنده التحكم والسيطرة على عضلاته، ما فقدهاش. من 20 ملي، يعني من 15 إلى 20 ملي، طبعا الصدمة بتبقى أكبر، بيبقى في فقدان للسيطرة العضلية، ولكن ما زال الإنسان في وضع يعني آمن على حياته. من بعد ال20 ملي هنا الخطر، لغاية 50 ملي هنا الخطر. وعشان كده بنبتدي نعمل الأجهزة بتاعتنا على ال30 ملي، على أساس إن إحنا بقدر الإمكان بنحفظ حياة الإنسان. وفي نقطة مهمة جدا عايز أنبه ليها: أحيانا بعض المعدات بيبقى فيها ليكش، ما اقدرش انزل على ال 30 مللي، لانه الجهاز بتاع ال 30 مللي ده هيفصل على الفاضي والمليان. فمثل هذه المعدات بنحط لها يعني التيار الحمايه الارث ليكج اعلى، يعني بيوصل ل 100 او 200 امبير، وده بيبقى في اماكن معينه. ولكن الميجور ان احنا بنستخدم ال 30 مللي عشان اقدر احافظ على حياه البشر والعاملين والافراد المستخدمين للمعدات.
نظام التقريض له مكونات. أول المكونات اللي هي الأرض أو تربة الأرض بنسميها الإيرث، ثم الإلكترود الgrounding إلكترود، والgrounding conductors موصلات التقريض. يبقى هذه هي التربة دي التربة، ده الإلكترود، وده الgrounding conductor اللي واصل الإلكترود مع الشبكة الكهربية. واللي بالبرتقالي ده أو الأصفر دي اسمها وصلات الربط أو التجهيزات الخاصة بالوصل والربط بعملية البوندنج. ما شفنا كده مكونات النظام، هنلاقي ادي الالكترودز، دي هنا انسبكشن هول، البئر دي غرفة تفتيش للالكترود، ودي وصلات الربط، وده الايكو بوتنشال بسبار او قضيب التعادل اللي بيتم ربط جميع الاسلاك والكابلات الخاصه بالتقريض على هذا القضيب عشان يعمل عمليه ايكو بوتنشال، عمليه توحيد الجهد على كل الدوائر. ده الواير اللي هو الجراوندنج كوندكتور. المصطلح بتاع التعريض هو طبعا زي ما عرفناه قبل كده، هو يعني كلمة تعريض معناها يعني مسار لرجوع تيار التسرب أو نتيجة انهيار للعزل، أو بنعمل معوكة بحيث يكون ذو معوكة أو ذو مقاومة صغيرة يسمح بمرور التيار إلى الأرض. توضح أكتر المكونات الخاصة بنظام التقريض. ده الرود تو تاب كلامب، لما أكون أنا عايز أمسك الرود مع الكابل بتاع التقريض، أو مع رود خاص بالتسليح في المبنى. عندنا هنا رود تو كيبل لوك كلامب، ده خاص بإنه للكابلات، كلامب خاص بالكابلات، بيبقى بياخد الشكل ده وبياخد الشكل ده. كذلك نفس الفانكشن، نفس الوظيفة بشكل آخر. التوصيل باللحام اللي هو الأكسوثيرميك ويلدنج، اللي هو نظام اللحام الطارد للحرارة، إن أنا بعمل في سيرميك ويلدنج لنحاس مع نحاس، وده مهم جدا في عمليات تجهيزات ووصلات شبكات التقريض. يعني ده السلك المجدول او الجراوندنج كوندكتور، وده شريط مصمت، ومساحه مقطع هذا السلك او الشريط بتعتمد على قاعده مبدئيه. يعني احنا دائما كل يعني لو كان الكابل الفازات بتاعته قطاعها لغايه 16 امبير، 16 ملي، بناخد نفس القطاع بتاع فردة الأرض الخمسة 16 ملي زيه. طيب الكابل اللي هو 25، أحيانا ال 25 بناخد نفس القطاع بتاع ال 25 أو ناخد ال 16. طب لو زاد عن 25 يعني بقى 35، بدأ من 35، نص ال 35 16 بناخد ال 16. فوق ال 35 بناخد نصف مقطع الفازة، يعني فوق ال 35 بناخد نصف مقطع الفازة. دي قاعدة حافظينها الإخوة الزملاء السادة المهندسي الكهرباء، اللي ما بتحتاجش حسابات ولا، يعني هو قاعدة كودية والكود نص عليها ويجب اتباعها. هنا هنشرح نموذج خاص بتعريض محاولات التوزيع ولوحة التوزيع الرئيسية. أنا عندي محول توزيع،
وعندي medium voltage أو ring من unit لوحدة الربط الحلقية، وعندي لوحة التوزيع الرئيسية. بيُفضّل دائمًا إن إحنا بنعمل شبكتين، شبكة أو خاصة بتعريض جسم المحوّل وجسم الring من unit وجسم لوحة التوزيع على على شبكة منفصلة بإلكترود منفصل. بينما التقريض الخاص بمنظومة شبكة القوى اللي هي إحنا هنشوف هنا أدي red yellow blue دي الفازات ال3. النيوترال هي النقطة اللي أنا باشاور عليها ديّة، والخط الأسود ده النيوترال اللي رايح على بارة التعادل في لوحة التوزيع الرئيسية. طيب بارة الأرضي في لوحة التوزيع الرئيسية ما فيش تقريض جه من المحوّل لبارة الأرضي، ولكن تم الاتفاق هنا بأن النيوترال الخط الأسود مع التقريض نقطة التعادل مباشرة مع شبكة التقريض اللي مدفونة في الأرض. هذا النظام بنسميه TNC من أول هنا إلى هنا TNC، يعني معناها أن الأرضي والنيوترال connected عند نقطة التعادل الخاصة بالمحوّل. وعشان نكمّل داخل المبنى ما بعد لوحة التوزيع الرئيسية اللي هو TN S، لازم يكون هنا الفردة البارة الأرضي ديّة. إحنا هنعمل link بس هنا في اللوحة العمومية ومش هنكرر الlink تاني، إن بارة التعادل مع بارة الأرضي هنعمل بينهم link واصلة عشان نحقق نظام الTNC حتى اللوحة العمومية. ومن اللوحة العمومية إلى اللوحات الفاينل داخل المشروع أو داخل المبنى هيكون هناك بارة للأرضي، يعني بارة الأرض دي هيطلع منها خط أرضي، وبارة التعادل هيطلع منها خط نيوترال منفصلين عن بعض separated اللي هو S. بحيث يبقى إحنا حققنا نظام الTNCS. الTNC حتى من المحوّل حتى اللوحة العمومية، والTNCS الS ديّة خاصة الشبكة الداخلية للمشروع. خطوات تحديد عدد كتبان التقريض أو الإلكترودات المطلوبة للوصول إلى قيمة الأرضي المطلوبة حسابيًا. هو غالبًا في جميع المشاريع طبقًا للكود يعني قيمة المقاومة ما تزيدش عن 5 أوم. ولكن في بعض المشاريع أو بعض المنشآت بيتم تحديد قيمة المقاومة ب2 أوم، وخاصةً في محطات الصرف الصحي ومياه الشرب. وعلى أساس القيمة ديّة بيكون هناك عدد شبكة أرضية بتبقى أكتر من قضيب، ممكن توصل ل10، 15 قضيب تقريض مدفونين في الأرض متوصّلين parallel مع بعض، بحيث في النهاية طبعًا الresistance بنحصل على قيمة الresistance اللي هي ال2 أوم. وبيتم قياس المقاومة النوعية للأرض أولًا، يعني كل منطقة أو في الأرض لها مقاومة نوعية اللي هي الresistivity. المقاومة النوعية بتاعة الأرض بيتم عمل قياس ليها وتحديدها عشان على ضوء الvalue القيمة القياسية اللي بتعملها الشركة المتخصصة في الموقع، بتجيب أكتر من نقطة وبتجيب الaverage، وبناءً على الaverage النقطة المتوسطة أو القيم المتوسطة بيتم عمل حسابات شبكة التقريض المطلوبة للمشروع، ومن خلالها ب ب ب ب يعني عدد القضبان التقريض بالأساس بتعتمد على قيمة المقاومة النوعية للأرض.
طبعًا عشان نحسب بيتم طبعًا حساب قيمة مقاومة الإلكترود الواحد، ثم بعد كده بيتم تحديد عدد الإلكترودات المطلوبة عشان نوصل للمقاومة ال2 أوم أو ال5 أوم. بيبقى في أكياس المقاومة النوعية بتبقى بيقوم بيها شركة متخصصة من خلال جهاز قياس المقاومة النوعية، وإن هو بيعمل check في أكتر من نقطة زي ما قُلت لحضراتكم، على أساس إن يقدر يجيب لنا قيمة المقاومة النوعية أو متوسط القيم الخاصة بمنطقة بناء المشروع. على الشاشة دي هنشوف مع بعض طريقة قياس الsoil resistivity أو المقاومة النوعية للتربة. وزي ما حضراتكم شايفين كده أنا عندي جهاز القياس، وعندي 4 إلكترود 1، 2، 3، 4، في 2 طرفي اللي هو C1 وC2، ودول بيتوصّلوا مع أطراف التيار بتوع الجهاز، وفي 2 اللي في الوسط دول اللي هو B1 وB2، دول بيتوصّلوا مع أطراف الجهد الداخلي للجهاز. المفروض ما بين ال4 إلكترود مسافات بينية متساوية، والمسافات دي غالبًا عمليًا بتتراوح ما بين 10 متر ل20 متر، والمفروض هنا اللي عمل هذا الاختبار، نقطة الاختبار بتكون في الcenter ال2 إلكترود أو ال4 إلكترود اللي إحنا هنغرسهم في الأرض على خط مستقيم واحد. بيتم غرس ال4 إلكترود دول على الأقل على مسافة حوالي 30 سنتي داخل الأرض، يعني بحيث الإلكترود ده بينزل لازم حوالي 30 سنتي داخل الأرض. ال ال بنعمل مسافة بينية وليكن 10 متر ما بين كل 2 electrodes. بمجرد ما هنشغّل الجهاز هيمُر تيار ما بين ال2 electrodes اللي هو اللي هو على الأطراف دول، فيتولّى الجهد هنا على ال2 electrodes الداخليين. الجهد دوّة هي بناءً عليه هنقرا مقاومة على هذا الجهاز. طيب من خلال المعادلات الرياضية اللي معادلة الرو بتساوي 2 باي AR. الرو هي الsoil resistivity، والباي اللي هي 22/7 أو 3.141، والA اللي هي المسافة البينية بين كل 2 إلكترود، والR اللي هي الresistance اللي الجهاز بيقيسها. يبقى قيمة الR الجهاز قراها، وقيمة الA هنا إحنا قلنا هنخلّيها على مسافات بينية 10 متر، هنعوّض هنا بالA. نقدر نجيب قيمة الرو اللي هي في النهاية الرو بتساوي 2 باي 3.14 في ال10 متر اللي هي الA في 0.9 اللي هي قيمة المقاومة اللي قراها الجهاز، فهيدّينا قيمة المقاومة النوعية بالأوم متر. وطلعت هنا عندي في هذا المثال هي عبارة عن 56.52 أوم متر. فبعد ما جبنا المقاومة النوعية يمكننا إن إحنا نحسب مقاومة الإلكترود الواحد من العلاقة اللي هي R بتساوي رو على 2 باي L افتح قوس لن افتح قوس 8 مضروبة في L على D اقفل القوس -1. الرو طبعًا هي الإرث resistivity in ohm meter، مهم جدًا الوحدات ديّة. ال اللينس بتاع الإلكترود أو طول الإلكترود بالمتر، مهم جدًا الوحدات. الdiameter بتاع الإلكترود اللي هو بالمتر هنا في المعادلة دي، بنعوّض عنه بالمتر، الdiameter بنعوّض عنه في المعادلة دي بالمتر. الsoil resistivity إحنا حسبناها تقريبًا كان 56 وحاجة من 100، يعني هنقول 60، نخلّي الرقم صفري أو وحيد، يعني عشان يسهّل عملية الحسابات. إحنا هنحسب مقاومة الإلكترود الواحد ل ل ل ل لقضيب طوله 3 متر وقطره 2 سنتي.
2 سنتي يعني 20 مللي. المقاومة النوعية اللي تم عملية الحسابات في الشاشة السابقة كانت عبارة عن 60 أوم متر. المعادلة اللي فوق دي هنعوض عنها، هنيجي هنا هنحسب الآر بيساوي الرو اللي هي 60 2 باي ال 3 متر اللي هي طول القضيب في لين 8 في ال اللي هي 3 متر على الدايمتر بتاع القضيب اللي هو 2 سنتي. هنعوض عنه بالمتر، هيبقى 2 من 100 ماينس 1. هيطلع النتيجة هنا إنه مقاومة هذا الإلكترود 19.4 أوم، وده رقم كبير جدا جدا. أنا عشان أوصل لل2 أوم أو ال5 أوم اللي نص عليها الكود أو ال2 أوم اللي بينص عليها التعاقد الخاص بمواصفات المشروع، بيلزم إن أنا بستخدم عدة إلكترودات جنب بعض من خلال شبكة لوب مغلقة حوالين المبنى، وبنستخدم العلاقة اللي هنعوض عنها ب 19.4 علشان أوصل للمقاومة وعدد الأقطاب اللي مطلوبة لهذا المشروع. المعادلة اللي هنستخدمها بعد ما وصلنا عرفنا المقاومة بتاعت الإلكترود الواحد 19.4، هنستخدم المعادلة دي اللي هي هنا R1 دي اللي هي الريزيستنس بتاعت الإلكترود الواحد على عدد الإلكترودات. أنا في جدول تحت هنا محاولة هنعمل محاولة تراي أند ايرور لغاية ما نوصل للقيمة المطلوبة من المقاومة بتاعتنا. يبقى المقاومة بتاعت الإلكترود الواحد مقسومة على عدد الإلكترودات أو الروتس مضروبة في فاكتور. الفاكتور ده موجود في الجدول هنا. يعني لو أنا بستخدم 2 روتس هنضرب الاف هتبقى 1.16%. لو انا بستخدم 20 الكترود الاف هتبقى 2، وهكذا وهكذا. احنا طبعا بنعمل معادله حسابيه. عملنا المعادله دي 19.4، استخدمنا احنا القطبين، فبالتالي هناخد الفاكتور بتاعنا اللي هو 1.16. هتطلع المقاومة لسه برضه ما زالت عالية. هنستخدم اللي عليها التلاتة لغاية ما نوصل للقيمة المقاومة اللي احنا عايزينها. هو هنا استخدم التلاتة، برضه المقاومة ما زالت لسه عالية. هناخد اللي بعديها 4 لغاية ما نشوف العملية الحسابية نوصل للرقم اللي احنا عايزينه طبقا للتعاقد المطلوب، سواء 2 أوم أو 5 أوم، لغاية ما نوصل لرقم أقل أو يساوي الرقم اللي موجود في التعاقد من خلال استخدام هذا الجدول وهذه المعادلة. بكده يبقى قدرنا إن احنا نحسب عدد الإلكترودات المطلوبة للشبكة الأرضية. بننتقل بقى، احنا بنعرف ايه هي أنظمة التعريض. يعني احنا دلوقتي عرفنا ان احنا عملنا حسابات الشبكة الأرضية. الشبكة الأرضية دي بتكون عبارة عن كلوزد لوب بميني الكترودز وصلتنا بالنظام الحسابي اللي احنا شرحناه سابقا إلى القيمة اللي احنا عايزينها. فبالتالي بيوصل الشبكة دي بنوصلها على ايكو بوتنشال بسبار داخل غرفة الكهرباء. الايكو بوتنشال بسبار دي بناخد منها وبنقرب زي ما شفنا في المثال السابق. بنقرب نقطة التعادل اللي خاصة بالمحول الكهربي، وإن إحنا بنعمل شبكة مناظرة ليها جنبها تانية عشان نقرب جسم الوحدة الحلقية بتاعت الميديم وجسم المحول وجسم الوحدة التوزيع الرئيسية. فلما قربنا النظام نقطة التعادل الخاصة بالمحول في خارج المحول على اللو فولتج على شبكة الجهد المنخفض أو على جانب الجهد المنخفض، بنبتدي هنا بقى نتعرف على النظام التعريض. هل احنا هنطلع باتنين كابل باتنين واير من نقطة التعادل بتاعة المحول يبقى واحد نيوترال وواحد أرضي، ولا احنا هنطلع بواير واحد بس اللي هو بخط التعادل وبنكتفي ان الارض واصل بنقطة التعادل من نقطة الستار الخاصة بالمحول؟
آآ إذا اتبعنا هذا ده ليه نظام، وإذا اتبعنا هذا له نظام. طيب النظام الTN اللي هو الTNC، إن أنا النيوترال والأرضي connected، فباطلع بwire واحد من نقطة تعادل المحول لغاية لوحة التوزيع الرئيسية. طيب نظام الTNS إن أنا باطلع ب2 wire من نقطة التعادل الخاصة بالمحول، عفوًا، واحد خاص بالنيوترال وواحد خاص بالأرضي، آآ لغاية لوحة التوزيع الرئيسية فيها 2 بار خاص بالتعادل وبارة خاصة ب توصيل الشبكة الأرضية. ف فكل واحد هيوصل منفصل لوحده separated بالأرضي وبالنيوترال. طب TNCS اللي هو إن أنا هاطلع ب من المحول حتى لوحة التوزيع الرئيسية بخط واحد بس اللي هو خط التعادل، وهو connected في نقطة التعادل مع الأرضي الخاص بالستار بتاع المحول. والسيبريتد هنا في 2 بار على اللوحة الأمامية، أنا باعمل لينك بس على بارة النيوترال وبارة التعادل، وباطلع من كل واحدة منهم بخط منفصل separated، التعادل منفصل عن الأرضي للشبكة الداخلية للمبنى. هنشوف إحنا الwiring diagram بتاع الTNC والTNS والTNCS، ونرجع نشوف نظام الTT اللي هو إن المحول فقط متوصّل نقطة التعادل بتاعته موصّلة بالأرضي، ولكن لا يوجد بتاع ده على عند الcustomer أو عند المستهلك لا يوجد توصيل خاص بالأرضي، بيتعمل أرضي منفصل خاص بالمستهلك. فنظام الTT نظام الIT برضه هنشوف الwiring diagram بتاعه، وده نظام الIT ده بيستخدم في المستشفيات. نظام الTT يعني take care، إحنا كنا نبهنا سابقًا في حلقات سابقة إن هذا النظام بيكون في مشكلة في الprotection، إنه تيار الخطأ ما بيقدرش البرقرات إنها تبقى تsense أو تشعر أو أو تحس بتيار الخطأ. عشان كده لازم بنستخدم إضافةً إلى البرقرات إن الresidual current devices علشان أقدر إن أنا نsense التيار الخطأ الضعيف جدًا، لإن الZE بتاعتها بتكون عالية جدًا، جدًا، وممكن توصل معانا في الideal ل200 أوم أو 2000 أوم زي ما شرحنا سابقًا في نظام الZS والZE. هنشوف مع بعض بعد كده كل نظام من دول الwiring diagram وخريطة التوصيل مع المحول بتفصيلات أكتر. الgrounding systems هنا must operate efficiently to prevent damage caused by faults. طبعًا دي الوظيفة الأساسية بتاعة أنظمة التعريض اللي بنعملها، وبقدر الإمكان إن إحنا لازم بنعمل مسار لتسريب أو مسار اللي أنا ندفن تيار الخطأ وتيار الكسر من خلال مقاومات صغيرة جدًا، جدًا، وهي اللي إحنا شرحناها في عملية حسابات مقاومة الأرضي. وكل هذا المقاومة دي زي ما شرحنا سابقًا هي based على الsoil resistivity. نظام الTT system، في النظام ده بيتم تأريض المصدر الكهربي اللي هو المحول، نقطة التعادل بتاعة الستار الخاصة بجانب الجهد منخفض المحول، وتأريض الجسم المعدني عند المستهلك فقط. ويبقى في تقريض مستقل تمامًا عن نظام تقريض المصدر. يبقى نظام TT system إن نظام التعريض عندي المبنى داخل المبنى منفصل تمامًا عن تقريض
المصدر. وده بيفسر الZA بتاعته بتكون عالية جدًا، جدًا، بتصل من 200 إلى 2000 أوم، وعلشان كده التيارات الفولت كارنت بتبقى ضعيفة جدًا، وعلشان كده في هذا النظام يُنصح إن إحنا نستخدم residual current devices علشان to sense تيار الsmall fault currents اللي بتمُر أثناء حدوث تيار الخطأ. نظام الTNS system هو هو عندنا 2 wire الneutral والprotective earthing conductor بتوصّله بنقطة التعادل الخاصة بالمحوّل، وبيروحوا لغاية لوحة التوزيع. آآ ودول هنا ليه هنا هم هنا مش متوصّلين غير في نقطة التعادل بس، وعلى لوحة التوزيع في بارة خاصة بالنيوترال وبارة خاصة بالأرضي، ومش متوصّلين بلينك بينهم، عشان كده بنسميها TNS system. نظام الTNC system هو خارج من نقطة التعادل المحوّل واير واحد بس اللي هو النيوترال، ورايح على الmain panel لوحة التوزيع، متوصّل على البارة النيوترال، وفي هذه البانل بنعمل لينك ما بين النيوترال وبارة الأرضي اللي موجودة داخل المين بانل علشان نحقق نظام الTNCS اللي هنشوفه الوايرنج بتاعته بعد كده بالشاشة اللي بعد كده. زي ما حضراتكم كده شايفين نظام الTNCS هو واير الTNC اللي إحنا شرحناها سابقًا واصلة لغاية اللوحة العمومية بفردة لوحديها، وبنعمل إحنا link هنا ما بين على اللوحة العمومية ما بين بارة التعادل وبارة الأرضي، وبنخرج ب2 wire للتركيبات الداخلية داخل المبنى عشان نحقق separated هنا. أمّا من هنا من هذا المكان إلى هذا المكان هو TNC. طبعًا إضافة additional source electrode ده يعني مش هيغيّر من الTNC هو نفسها إضافة دي تقريبًا بيقلل المقاومة بين الاتنين، بحيث إن لو في أي تيار بيقدر إن هو يلاقي سكة سهلة جدًا يقدر إن هو يتسرّب بسرعة على الأرض. نظام الIT system هو شبيه بنظام الTT system إنه باستثناء الاختلاف في حاجة واحدة بس، إنه نظام اتصال النيوترال بتاع المحوّل بالأرضي ما بيكونش مباشر، لكن بيكون من خلال system leakage impedance، والممانعة دي بنتعمد إدخالها، وهذا النظام تقريبًا بيستخدم في المستشفيات والوحدات الصحية، وبيتطلب إنه يكون في more safety باستخدام بالإضافة إلى circuit breaker استخدام residual current devices عشان نضمن high quality للprotection، وفي نفس الوقت يعني إن بيستخدم هذا النظام لإنه المستشفيات لا تتحمّل إنه يتقطع عنها الكهربا لأي سببٍ ما. ولكن في النهاية طبعًا ما فيش حاجة مطلقة، لازم يكون هناك حماية من نوعيات معيّنة، نظام protection system معيّن في حالة استخدام هذا النظام، وزي ما أنتم حضراتكم شايفين كده هو ليه مصدر تقريض منفصل، مصدر التقريض المنفصل ده واصل على الBE بتاعة اللوحة نفسها العمومية بتاعة المبنى، النيوترال جاي من عند المحوّل النيوترال هنا متصل من خلال system leakage impedance، الأرضي بتاع اللوحات الأخرى أو العمومية متاخد من المصدر الخاص بالمنشأة الداخلية لهذا المشروع. بعد ما شرحنا الأنظمة المختلفة
للتقريض. الجدول ده بيوضح المزايا والعيوب والتطبيق، وده جدول مهم جدا جدا. أرجو يعني أخذه بعناية شديدة جدا جدا. يعني إيه المقارنة ما بين التي ان اس والتي ان سي من حيث المزايا، والتي تي والاي تي، ومن حيث العيوب والتطبيقات. يعني التي ان اس هو تكلفته يعني قليلة، ولكن من عيوبه ان التيار العطلي فيه كبير وجهد التلامس كبير، بيكثر استخدامه في المباني السكنية. التي ان سي هو اقل تكلفة من التي ان اس طبعا، علشان ان هو فردة واحدة بس من المحول لغاية في اللوحة العمومية. التيار العطل فيه بيبقى كبير برضو، جهد التلامس كبير، ما بيوفرش حماية ضد الحريق، ولا يوصي باستخدامه في المباني السكنية لضعف درجات الأمان فيه. يبقى نأخذ بعناية هذا الكلام. التي تي زي ما قلنا التيار العطل فيه صغير، ونضطر احنا نستخدم أجهزة الريزيدوال كارنت ديفايسز عشان تسنس فولت كارنت. جهد التلامس فيه يعني وهيكل المادة المعدني والكلام ده، يعني يمكن التحكم فيه بتوصيل المواسير المعدنية وهيكل المبنى المعدني بالأرضي. العيوب من عيوبه بيتطلب استخدام أجهزة الحماية التفاضلية اللي احنا قلنا على الإرث ليكي سيركت بريكر أو ريزيدوال كارنت ديفايسز، ولا يصلح في المواقع ذات مقاومة عالية للأرضي. يعني لو الأرضي بتاعه شبكة الأرض المقاومة بتاعتها عالية، ما ينفعش إن احنا نوصلها مع التي تي، لازم تكون المقاومة يعني أقل من 2 أوم كمان. ليه؟ عشان لأن التيار العطل فيه بيبقى صغير جدا، وما يقابله مقاومة عالية مش يبقى التيار هيرجع تاني، هيمر بأي حاجة في أي مسار تاني آخر مقاومته أقل من المقاومة بتاعة شبكة التعريض. التي تي بيستخدم في المواقع العامة في التركيبات اللي هي بتخضع دائما لتعديلات بصفة دورية. الاي تي اللي من هو اعلى، هو احسن اعلى، هو يعني من مميزاته انه بيضمن عدم انقطاع التيار، وجهد التلامس فيه بيبقى امن، ده بس دايما بيحتاج مراقبة مستمرة، وبيتطلب عمالة مدربة، وبيبقى عالي في التكلفة. بيستخدم في المستشفيات والمواقع الهامة جدا اللي بيتطلب استمرار الخدمة فيها. وإن شاء الله رب العالمين هنستكمل في الحلقات القادمة التوبكس أو الموضوعات اللي لها علاقة بأنظمة التقريض.